هنا في رادس حكايات. ده كان زمان الكلام ده لما كان في رجاله على ارض الملعب. كنت بكسب الترجي في رادس وانا معايا حسام عاشور ومعايا السيد حمدي ومعايا صابر رحيل ومعايا الشريف اكرام واقف جول. كنت بكسب بالناس دي الترجي جوه رادس، وكان الترجي في عزه. لكن شويه ما ينفعش اكسب بيهم، ما ينفعش. لا في لعيب نافع ولا في مدرب شافع. هيفضل عك مستمر في مجلس اداره النادي الاهلي، لا عارف يجيب مهاجم يليق بالنادي الاهلي ولا عايز يجيب كوتش كبير يليق بالنادي الاهلي. راح جايب كاموش مهاجم ورايح جايب يستروب الدنماركي برقم كوتش النادي الاهلي عشان المنظر ده موجود. عشان المنظر ده اللي احنا شايفيه في ماتش الترجي ده، مش عارف، مفيش هويه في الملعب، مفيش هويه ولا في نمط لعب معين ولا في اي حاجه في الملعب بتتعمل يا جماعه. هو الترجي زي طلائع الجيش زي المقاولين زي البنك الاهلي، وما زال العك مستمر وكل يوم ترب ده موجود. هو خساره للنادي الاهلي اكتر من خساره قيمه الشرط الجزائي اللي الاهلي هيدفعه. مجلس اداره اسوأ فتره بيدير بيها النادي الاهلي الفتره دي. بطلوا قرف وبطلوا عك عشان الناس قرفت منكم. سلام.